كيبدا الفيلم ديالنا مع واحد المجموعه ديال الصحاب وهما في طريقهم مسافرين. هاد الصحاب مسافرين باش يحضروا العيد ميلاد خت صاحبتهم جودي اللي كانت ساكنه في مدينه بعيده عليهم. منين كانوا غاديين في طريق طويله وخاويه، في واحد اللحظه وعلى غفله تفرقعت لهم الرويضه ديال الطوموبيل. بسبب هاد الشيء البنت جودي ضربات في راسها، وهما نزلوا كيجريو مخلوعين باش يشوفوا شنو وقع، وفي نفس الوقت يطمنوا على صديقتهم جودي. من الزهر لقاو البنت بخير والضربه كانت غير خفيفه. من بعد الدري تود مشى بالزربه جاب لها الثلج كمدات بها الضربه. مور ما تهدنوا البنت ساره قالت لهم ضروري خاصنا نخلدوا هاد اللحظه ونخليوها ذكرى نتفكروها ديما. هي جبدت التليفون ديالها وصوراتهم تصويره سيلفي جماعيه مع الكارثه، ولكن فاش بغات تنشر التصويره في الانستغرام ما لقاتش الريزو كاين. هي تمشات شويه بعيد حتى شد لها الريزو وتما بوستات التصويره وكتبت عليها المغامرات اللي كنعيشوها في الرحله مع صديقنا تود. في هذا الوقت الدراري التانيين بقاو واقفين حدا الطوموبيل وكيفكروا شنو غادي يديروا في المشكل اللي هما فيه دابا. البنت كاميليا دخلت وقالت لهم راه كاينه واحد ستاسيون ديسونس قريبه من هنا، علاش ما نمشيوش ليها على رجلينا وتما نطلبوا من شي حد يعاوننا. الدري جي في جاوبها وقال لها صعيب علينا نمشيو على رجلينا حتى لتما، خصوصا ان الشمس قاصحه غادي تفر عنا دماغنا. صافي انا غادي نتصرف ونبدل الرويضه بوحدي، احسن ما نمشيو في هاد الحراره حتى للستاسيون. اما البنت ساره مور ما نشرت التصويره وبغات ترجع عند صحابها تفاجات بشي حوايج غراب محطوطين جنب الطريق. هي هنا ما فهمت والو وبقات كتسول راسها منين غادي يكونوا جاو هاد الحوايج في وسط الطريق مقطوعه بحال هادي. المهم ما خداتش الامر بجديه ورجعت عند صحابها بلا ما تقول والو. من جهه اخرى جي في هاد اللحظه كان مازال مضارب مع الرويضه سكور كيركبها، وهاد الشيء غادي ياخذ لهم وقت طويل باش يقدروا يكملوا الطريق. واحد شويه الدري ايلين تزير وبغى يمشي للحمام، هو خلى صحابو حدا الطوموبيل ودخل في وسط الشجر ديال الغابه باش ما يشوفوه حتى حد. المهم جيفو هو كيبدل الرويضه تفاجئ بواحد القرطاسه طاحت من الرويضه الاولى. هاد الشيء كيعني باللي الرويضه ما تفرقعاتش بوحدها، ولكن شي حد تعمد يضربها بالقرطاس باش يخليهم يوقفوا في هاد البلاصه. بقوه الصدمه جيف فلتات ليه الرويضه من يدو وبقات غاده في الهبطه، ولكن اللي غريب انه كاع ما تبعها. تود غير شاف الرويضه غاديه نض كيجري تبعها باش يجيبها. في هاد اللحظه البنت ساره كانت راجعه، ومنين شافت هاد الشيء بدات كتضحك. هي مشات عند جيف باش تقول له ياك لاباس واش انت ناعس ولا شنو، ولكن غير وصلات الوجه ديالها تبدل حيت لقات جيف مقتول وغارق في دماياته. هنا ساره ما عرفات باش تبلات وما جات فين تغوت حتى جاتها قرطاسه للدماغ هيد شوط طيحاتها في البلاصه ميته. صحابهم الاخرين فاش شافوا المنظر تصدموا وبقاو مجمدين وقلبهم كان غادي يسكت بالخلعه، خصوصا ان اللي كيتيري عليهم داير كاتم الصوت للسلاح ديالو. هاد الشيء خلاهم ما يعرفوش البلاصه منين جاي الضربات ديال القناص، وهما غير عرفوا باللي كاين قناص قريب ليهم مشاو كيجريو وتخبعوا مور الطوموبيل. والدري تود اللي كان كيجري مور الرويضه حتى هو مشى كيجري بالزربه باش يتخبع معاهم، ولكن قبل ما يوصل تضرب بقرطاسه لكتفو. اما الدري ايلين من كثره الخلعه تخبع غير مور واحد الجدع ديال الشجره وما قدرش يلحق عليهم. الصحاب هنا عياو كيحاولوا يعرفوا منين جاي الضرب ولكن والو، خصوصا ان البلاصه اللي هما فيها كتبان خاويه وما فيها حتى دار ولا شي حاجه قريبه يشكوا فيها. والمشكل ان القرطاس ما بغاش يحبس. واحد شويه جودي طلت من تحت الطوموبيل فبان لها المنظر ديال صاحبهم جيف وهو طايح مقتول. بقوه الصدمه دخلت في حاله هستيريه وبغات تهرب، ولكن البنت كاميليا بقات كتهدنها وقالت لها الا تحركتي من هنا غادي تموتي، خليك مثبته باش نفكروا ونعرفوا شكون هذا اللي باغي يقتلنا. في هذا الوقت الدري تود كان شاد كتفو وكيبكي على الخطيبه ديالو ساره اللي ماتت قدام عينيه. هو تعصب وناض بغى يواجه القناص ويعايره، ولكن كاميليا شدته وقالت له تهدن هذا راه مجرم مسلح ما غاديش يرحمك. موراها كاميليا لاحظت باللي الصوت ديال القرطاس ولا مجهد، هادشي كيعني ان القناص ما بقاش داير كاتم الصوت. هي قالت لهم مادام القرطاس ما اخترقش الطوموبيل فاكيد القناص كيتيري من بلاصه بعيده علينا وما حدنا مخبعين هنا حتى حاجه ما غادي تقيسنا، خاصنا غير نتسناو حتى يكون دايز شي حد ويعتقنا من هاد القاتل. واحد شويه كاميليا شافت الدري تود كيتألم بسبب الضربه اللي في كتفو. هي بدات كتواسيه وقالت له ما تخافش الضربه عندك خفيفه وما غارقاش، وإلا بغيتي تعرف واش القرطاسه اثرت على يدك ولا لا سد يدك مزيان وعاود حلها. فعلا تود سد يده ومن بعد قدر يرجع يحل يده بكل سهوله. هنا كاميليا قالت له الحمد لله يدك راها بخير غير ما تخافش. تود سولها حتى الامتى غادي نبقاو جالسين هنا، راه باينه القناص اختار هاد البلاصه حيت عارف ما كيدوزوش منها الناس بزاف، خاصنا ضروري نعيطوا للبوليس باي طريقه. اما الدري ايلين فهو عيا صابر، في الاخر عيط لصحابو وقال لهم شنو غادي نديروا في هاد المصيبه اللي حنا فيها، انا راه الشمس حرقاتني هنا. اشبال
قال لكم نوضوا كاملين نجريو دقه وحده. بهكا القناص غادي يتلف وما يعرفش شكون يضرب، ولكن صحابو رفضوا الفكره حيت فكروا باللي القناص ممكن يبقى يضرب بطريقه عشوائيه وبهكا اكيد غادي يتقص شي حد فيهم. في هاد اللحظه توت تفكر باللي ساره قبل ما تموت تمشات شويه على رجليها وقدرت تشد الريزو. هو قال لهم علاش ما ندفعوش الطوموبيل وحنا مخبعين موراها حتى نوصلوا لنفس البلاصه اللي وصلت لها ساره وتما غادي نعيطوا للبوليس. كاميليا جاوبته وقالت له الصراحه هذه فكره زوينه، ولكن راه الفرنامان ديال الطوموبيل طالع، خاص دابا ضروري واحد فينا يدخل وسط منها باش يهبطوا. المشكله ان اي واحد دخل غادي يشوفوا القناص ويتيري عليه. انا تود فكر في طريقه اخرى. هو هز التليفون ودارو في العصا ديال السيلفي، من بعد مدو لجهه الريزو، ولكن التليفون غير شد الريزو القناص تيرا فيه بقرطاسه فرتكو. صافي في هاد اللحظه تود ما بقاش قادر يزيد يصبر. هو قال لهم انا غادي ندخل للطوموبيل نهبط الفرنامان واللي بغى يوقع يوقع. ولكن كاميليا وقفاته وقالت له بلي كاين مشكل اخر، الطوموبيل واقفه في الحدوره، يعني الا طيحوا الفران غادي تهبط بسرعه كبيره وبهكا هما غادي يبقاو منهم للقناص مباشره. تود جاوبها وقال لها ما عندنا حتى حل اخر من غير هذا، انا قلت لك غادي ننزل الفران هي غادي ننزلو، ولكن غير فتح الباب القناص بدا كيتيري فيه وحده مورا وحده حتى خاف تود ورجع سد الباب بالزربه. مور هاد الشيء تود جات عينو على الجاكيطه اللي لابسه كاميليا. في هاد اللحظه طاحت عليه فكره خطيره. كاميليا سولاتو شنو باغي يدير. هو هنا طلب من جودي تعلق داك الجاكيطه فوق العصا، من بعد قال لها غادي تخرجيها قبل القناص باش تشتي الانتباه ديالو ويحسبوا باللي شي حد فينا خرج ويتيري فيه. في نفس الوقت انا غادي نستغل الفرصه ونهبط الفران ديال الطوموبيل. اما انت يا كاميليا هزي التليفون ديالك وصوري به في الاتجاه اللي كيضرب منه القناص باش هكا نقدروا نعرفوا البلاصه فين مخبع. فعلا هما بداو كينفذوا الخطه ديالهم. في الوقت اللي جودي هزات الجاكيطه تود حل الباب ديال الطوموبيل، ولكن القناص طلع دكي عليهم. هو تيرا في تود وفي الجاكيطه في نفس الوقت. اما كاميليا فقدرت تصور كاع داكشي اللي وقع، وحتى الدري إيلين براسو كان كيصور. المهم فاش شافوا الفيديو فعلا قدروا يعرفوا البلاصه ديال القناص اللي كان مخبع فوق واحد الشجره. في هذا الوقت تود بان له الصندوق ديال الحديد اللي جابوا فيه الماتيريال. هو غامر ومشى كيجري هزو، ومن الزهر قدر يفلت والقرطاسه خطاتو على شويه وجات في الطوموبيل. موراها تود حل الصندوق وخواه باش يديروا على شكل درع يطاكي به القرطاس. اما الدري إيلين منين شاف الحس ديال صحابو تقطع غوت بصوت مجهد وقال لهم ياك لاباس فين غابرين، ياك ما غادي تهربوا وتخليوني هنا بوحدي. تود جاوبو وقال له ما تخافش، انا غادي ننزل الفران ديال الطوموبيل وانت منين تشوفها تحركات جري في نفس الاتجاه ديالها باش هكا نقدروا نوصلوا للبلاصه اللي فيها الريزو. فعلا تود لصق الصندوق مع يدو ودخل بالزربه هبط الفران ديال الطوموبيل، ولكن القرطاسه ديال القناص اخترقت الحديد ديال الصندوق وقاصته في يدو. في هذا الوقت الطوموبيل بدات كتهبط والبنات حاولوا يوقفوها، ولكن جاتهم ثقيله وما بقاوش قادرين يسيطروا عليها، خصوصا ان جودي طاحت في الارض وكيف ما كنشوفوا جاتها صدمه شلات ليها الركابي وما بقاتش قادره كاع تحرك. هي استسلمات وبقات مجمده في بلاصتها كتسنى القناص يتيري فيها وتموت. في هذه اللحظه القناص تيرا في الرويضه ديال الطوموبيل وقفها. تما تودو كاميليا مشاو كيجريو وتخبعوا موراها. اما البنت جودي فهي صافي فقدت الامل وبقات جالسه كتسنى فوقاش تموت. كاميليا منين شافت القناص تعطل فهمت انه كيعمر سلاحو حيت خوا من القرطاس. هي هنا بدات كتعيط لجودي وإيلين يستغلوا الفرصه ويجيو يتخبعوا بالزربه. فعلا البنت جودي ناضت كتجري ومن الظهر انها قدرت توصل عندهم. اما الدري إيلين كان بعيد بزاف، ما جا فين يوصل حتى كان القناص عمر السلاح وتيرا فيه بقرطاسه نيشان رجلو. واخا هكاك إيلين بقى كيزحف وحاول يوقف، ولكن القناص عاود تيرا فيه في الرجل الثانيه. صحابو في هذا الوقت كانوا كيشوفوه هو كيتعذب وبقى فيهم. كاميليا بدات كتشجعو باش يزيد يقاوم ونصحاتو يربط رجليه باش يوقف النزيف. من جهه اخرى تود بدات كتجيه الدوخه وقرب يغيب بسبب يدو اللي كتنزف والدم ما باغيش يحبس. هنا كاميليا قررت تصرف وتعتقو. هي خدات مطرقه سخنتها مزيان بالبريكه، من بعد كواتلو البلاصه ديال الجرحى باش يوقف النزيف. في هاد اللحظه تود ما بقاش قادر يحرك يدو بقوه الحريق. المهم الصحاب بقاو جالسين تحت الحراره ديال الشمس القاصحه اللي كانت كتضربهم في راسهم مباشره. من فوق هادشي جاهم العطش وبغاو غير شويه ديال الماء يبلوا به حلقهم. واحد شويه تود تفكر باللي كاينه قرعه الماء في وسط الطوموبيل، ولكن بطبيعه الحال من بعد هادشي اللي وقع له ما غاديش يقدر يفتح الباب واخا يموت بالعطش. هنا كاميليا كيف العاده تصرفات وخدمت الذكاء ديالها. هي نعست تحت الطوموبيل، من بعد فتحت الباب وجرات القرعه ديال الماء بالمطرقه اللي كانت عندها، وبهكا قدرت تاخذها ورجعت سدات الباب بلا ما يوقع لها والو.
موراها كل واحد فيهم خدا جغمه ديال الماء بلل بها حلقو. من بعد رماو القرعه للدري إيلين، ولكن من سوء الحظ جات بعيده عليه. هو بقى كيعافر شحال باش قدر يوصل لها بصعوبه، ولكن غير بغى يشرب مسكين. تيرا فيه القناص ليدو باش يزيد يقهرو ويعذبو كتر وكتر. هادشي كامل وقع قدام عينين صحابو اللي كانوا مخلوعين عليه وتقلقوا حتى على داك الشويه ديال الماء اللي كان عندهم. مور وقت قصير دور عينيه لجهه الجثه ديال خطيبته ساره، تما كيتصدم بالغربان بداو كيتجمعوا عليها وكياكلوها. هو هنا ضربهم بالحجر باش يمشيو. من بعد عاود للبنات باللي هو كان واعد ساره الا وقعت لها شي حاجه حتى هو غادي يموت ويتبعها. وفعلا هو دابا ما بقاش كيتصور راسو يقدر يعيش بلا بيها. موراها مباشره ناض ومشى جلس حدا الجثه ديال خطيبته ساره. البنات تصدموا وبقاو كيقولوا له شنو كدير، رجع راك غادي تموت. هو ما داهاش في هضرتهم وغطى لها وجهها. من بعد جلس كيتسنى القناص يقتلو، ولكن اللي غريب القناص ما تيرا فيه بحتى قرطاسه. الدري إيلين منين شاف هاد المنظر ما فهم والو، بقى كيسول القناص علاش ضربتيني انا، ولكن ما جا فين يكمل هضرته حتى كيتفاجئ بواحد الديب جاي لجهته وباغي ياكلو مور ما شم الريحه ديال الدم من البعيد. في هاد الوقت صوت شاف واحد الطوموبيل جايه في الطريق. هو عيا كيشير لهم ويغوت باش يجيو عندهم، ولكن القناص ما خلاهش وبدا كيضرب بالقرطاس في جنابه باش يخلعه. في نفس الوقت الديب غير سمع صوت القرطاس خاف وهرب من حدا إيلين. موراها القناص تيرافتو طيح وميت حدا ساره، وبهكا غادي يكون حقق له الامنيه ديالو. اما البنت اللي صايقه الطوموبيل منين شافت المنظر ديال تودو وهو كيموت فيقات باها من النعاس باش يشوف حتى هو. في نفس اللحظه القناص ضربها بقرطاسه ليدها، فما بقاتش قادره تسيطر على الطوموبيل، وهكا ضربت في الطوموبيل الاخرى وتقلبات بيهم. ولكن الطوموبيل تقلبات في الجهه اللي فيها الريزو. البنت بقوه الصدمه خرجت بالزربه من الطوموبيل. هنا جودي وكاميليا بداو كيحاولوا يعلموها باللي كاين قناص باش تخبع. ما جات البنت فين تستوعب هضرتهم حتى كانت تيرا فيها القناص وقتلها حتى هي. مور هادشي بوين البنت خرج حتى هو من الطوموبيل. كاميليا بدات كتشير له وطلباتو باش يعيط للبوليس. فعلا هو جبد التليفون ديالو، وهنا القناص فهم بلي ناوي يعيط للبوليس فقرر يتيري في الريزيرفوار ديال الطوموبيل. تما جودي بغات تعلم الراجل باش يهرب قبل ما تفرقع، ولكن كاميليا شدات لها فمها وما خلاتهاش. من بعد قالت لها خليه يعيط للبوليس وموراها يموت، حيت في جميع الاحوال الا هرب القناص غادي يتيري فيه ويقتلو، فاللهم يعلم البوليس ونتعتقوا حنا. فعلا الراجل مسكين ما حس براسو حتى شعلت العافيه في الطوموبيل وشدات فيه. هو بقى هرب بالعافيه اللي شاده فيه وكيغوت. تما القناص تيرا فيه قتلوه وهناه من العذاب ديال العافيه. في هذه الصراحه القناص صدق ولد الناس حيت ما خلاهش يتعذب. المهم البنت جودي منين شافت هذا الشيء بدات كتخاصم على كاميليا حيت ما خلاتهاش تعتق السيد. كاميليا جاوبتها اصلا هو كان غادي يموت والقناص ما يمكنش يخليه عايش. من بعد جودي قالت لكاميليا انا عندي واحد الخطه تقدر تنفعنا باش نهربوا من هنا. راه دابا بقاو غير ساعات قليله ويطيح الظلام، وفي الليل حتى حد ما كيقدر يشوف، اذا حنا غادي نتسناو حتى يظلم الحال ونهربوا للغابه. كاميليا جاوبتها واش انت حسابك قناص محترف بحال هذا ما غاديش يكونوا عنده نظاظر ديال الليل؟ اكيد راهم عنده غادي يقدر يشوفنا بكل سهوله. خلينا نقلبوا على شي حاجه اللي تلاهيه وما تخليهش يشوفنا. في هذه اللحظه كاميليا شافت جهه الطوموبيل اللي شاعله فيها العافيه. تما قالت لجودي صافي انا لقيت الحل اللي غادي يخليه ما يشوفناش. الحل هو الدخان، حيت العسكر براسهم في الحرب كيضربوا قنابل ديال الدخان باش يغطيو عليهم وما يشوفهمش العدو. فعلا البنات بقاو كيتسناو حتى طاح الليل. اول حاجه داروا هي قطعوا الروايد ديال الطوموبيل باش هكا يخليوها تنزل في الطريق وهما يكملوا الخطه ديالهم على راحتهم. قبل ما يبداو جودي صيفطت ميساج لعائلتها ودعاتهم فيه وطلبت منهم السماحه باش هكا التليفون غير يوصل للريزو يتصيفط الميساج. من بعد قطعوا الكوسان ديال الطوموبيل باش فاش يشعلوا فيه العافيه يكون الدخان كتير بزاف. موراها صنعوا كمامات من الحوايج ديالهم باش ما يتخنقوش. في الاخر شعلوا العافيه بالبونج ديال الكوسان، وفعلا الخطه ديالهم نجحات حيت الطوموبيل كلها شدت فيها العافيه والدخان كان مجهد وكتير لدرجه ان القناص ما بقى كيشوف حتى حاجه. في الوقت اللي كاميليا وجودي كيوجدوا راسهم باش يهربوا تفاجئوا بالطوموبيل ديال البوليس جايه لجهتهم. هما هنا فهموا باللي المكالمه اللي دار داك الراجل وصلت للبوليس، داكشي علاش جاو.
المهم الطوموبيل كانوا فيها جوج ديال الضباط لداخل وجوج ديال القناصه واقفين في السطح. وهما فاش شافوا الطوموبيل ديال كاميليا كتحرق وقفوا في بلاصتهم باش يعيطوا للقوات ديال الدعم الجاي، ولكن الضابط اللي كان كيهضر تيرا فيه القناص بقرطاس راسو هيتشوت جابو ميت. والمشكل انه فاش تضرب بلا شعور برك على الكسيراتور، فبقات الطوموبيل غاديه بهم بسرعه كبيره لدرجه ان القناصين اللي كانوا في السطح طاحوا بجوج بهم للارض في حاله خايبه. في هذه اللحظه كاميليا تشجعات واستغلت الفرصه هربات لجهه الغابه، ولكن المشكل ان الوقت كان فات والدخان بدا كيزول شويه بشويه. هادشي خلى القناص يشوفها وتيرا فيها قتلها. اما جودي غير شافت الطوموبيل ديال البوليس قريبه منها وفيها الضباط، مشات كتجري تخبعات حداها. مور ما دخلوا البوليس والقناص في مواجهه بالقرطاس، القناص كان محترف وقدر يقتل البوليس كاملين. بهكا البنت جودي بقات غير بوحدها اللي عايشه. هي قالت مع راسها موت وحده اللي كاينه، اللي بغى يوقع يوقع اللهم نزعم. مورها ركبت في الطوموبيل ديال البوليس وبقات غاديه مكسيريه بسرعه كبيره لجهه الشجره اللي فيها القناص. هو حاول يتيري فيها ويقتلها، ولكن الضربه جاتها غير في اليد. واخا هكاك جودي بقات صابره ومكمله حتى وصلت للشجره. هي ضربتها بالجهد لدرجه ان القناص طاح ولكن بقى معلق من رجله. في هذه اللحظه القناص جبد الموس فك راسو ونزل باش يقتل جودي، ولكن جودي سبقته وهي كتزحف حتى وصلت للسلاح. هي هزاتو وتيرات فيه الرجل وطيحاتو في الارض. من بعد وجهت السلاح لراسو باش تقتلو، ولكن من الزهر العوج القرطاسه وحلات لداخل وما بغاتش تخرج. واخا هكاك البنت جودي كاع ما استسلمات، هي هزت السلاح حتى للسما وبدات كتنزل عليه به للراس ضربه مورا ضربه حتى قتلاتو. فاش سالات شافت في داك السلاح وتما كتصدم باللي هاد القاتل كاتب فيه العدد ديال الضحايا ديالو. جودي هنا تفكرت صحابها اللي ماتوا به، وبقوه الفقصه عاود ضربات القاتل واخا ميت بحر جهدها. تما القرطاسه اللي كانت واحله خرجت من السلاح، ومن سوء الحظ جات في البنت جودي بالغلط وقتلتها حتى هي. وهكا طبقات المقوله ديال تعددت الاسباب والموت واحد. المهم كيبان ليه كلشي مات في هذا الفيلم، بقينا غير حنا اللي كنتفرجوا عايشين. قولوا لي في الكومونتيرات راكم مازالين عايشين وطمنوني بعد عليكم. وهنا تسالى الفيلم ديالنا. نتمنى الملخص يكون عجبكم، وما تنساوش تفرجوا في الملخصات الفايته وديروا اشتراك باش تفرجوا في الملخصات الجايه. تهلاو ونتلاقاو في الفيديو الجاي.